أنا مش بطلة ولا نيلة، بس من كتر ما ملقتش حد يسندني بقيت أمثل دور البطلة غصب عني. بقيت أم وأب في نفس الوقت. بقيت أنا اللي بصحي الأولاد وجهز الأكل وحل مشاكل وطبطب وزعق ووجه واشتغل كمان علشان أجيب فلوس. أنا اللي المفروض أكون الأم الحنونة. بقيت كمان المسؤولة عن النظام والحزم والمصاريف والعقاب. أنا بقيت الأم وبقيت الأب، بس الحقيقة أنا إنسانة وتعبت، والله تعبت بجد. في أمهات شايلة مسؤولية بيت كامل، مش بس دي كمان الأب والظهر والسند. كل يوم بتسند على نفسها وتسكت وتكمل، بس حد سألها أنتي لسه قادرة؟ لما تفضلي تضغطي على نفسك بيحصل إيه؟ كل يوم يعدي على أعصابك، وكل موقف تكبتي فيه غضبك، وكل مرة تقولي مش مهم أنا، المهم الولاد. بتدفعي تمن كبير ومحدش بيشوفه. صحتك بتتأثر، نومك بيتلخبط، أعصابك بتتاكل، جسمك بيبتدي يصرخ، وفي يوم من الأيام هتنهاري فجأة. والأخطر ولادك هيتخسروا من غير ما ياخدوا بالهم. هيشوفوا أم متوترة بتزعق من أقل حاجة، وهيفهموا إن العطاء يعني إنك تسكتي على نفسك، وهيشيلوا إحساس بالذنب وهم مش فاهمين ليه. الأم اللي بتنسى نفسها علشان الكل بتخسر نفسها وبتخسر الكل. جمل تقوليها لنفسك لما تحسي إنك خلاص قربتي تتكسري: أنا مش مطالبة أكون قوية كل يوم، أنا إنسانة مش ماكينة شغالة 24 ساعة، أنا بتعب ولادي بس محتاجة أحب نفسي برضو. كفاية إني بحاول ومستمرة. استراتيجية بسيطة وقت ما تحسي إنك مش قادرة، اسمها انسحبي بأمان. 1. اعترفي بتعبك، قولي لنفسك بصوت واضح: أنا دلوقتي مرهقة ومش قادرة أكمل كأني تمام. 2. انسحبي من المواجهة. لو في خناقة أو ضغط أو طلب مش طارئ، انسحبي بهدوء وقولي أنا مش هقدر أرد دلوقتي، هنتكلم لما أهدى. 3. اعملي حاجة واحدة ليكي حتى لو بسيطة: شاي، حمام هادي، ذكر، دعاء، مزيكا بتحبيها. دي مش رفاهية، دي صيانة للأم اللي شايلة الكل. في النهاية مش كل يوم هتقدري تباني بطلتك، ومفيش بطلة شغالة 24 ساعة من غير ما تقعي. ولو وقعتي دي مش نهاية، دي علامة إنك إنسانة وإنك محتاجة دعم زيك زي أي حد. تحاكي وجعك. شيروا البوست ده لكل أم بتحارب في صمت من غير ما تتألم ولا حد يحس بيها. وما تنسيش تعملي فولو ولايك علشان توصلك بوستات أكتر تحاكي وجعك وتساعدك تكملي. دمتم في أمان الله ورعايته.